مين هو القيصر اللي كان بيفرض ضرائب على الأشخاص اللي بيطلقوا اللحية؟ بطرس الأكبر أو بيتر الخامس، وده كان خامس قيصر لروسيا. حكم روسيا من 1682، وكان معروف عنه إنه رجل المتناقضات، لأنه كان عنيف وما عندوش صبر، وفي نفس الوقت إنسان حساس وإيجابياته كتير. هو إيه اللخبطة دي؟ وفي يوم طلب من رجالته ومستشارينه إنهم يحلقوا لحيتهم. طبعا اتضايقوا، وخصوصا إنها عادة مقدسة عندهم. وفي يوم 5 سبتمبر سنة 1686 فرض بيتر الخامس الضرايب على كل الرجالة والفلاحين إلا رجال الدين، وقال لهم خدوا بالكم، اللي هيطلق لحيته هيتفرض عليه ضريبة. أنا مش هتهاون في الموضوع ده أبدا، لأن بيتر الخامس حب يدخل التراث الأوروبي لروسيا، وإنه يفرض الضرايب على اللي بيطلقوا لحيتهم. هو كده حاسس إن هو بدأ يدخل الثقافة الأوروبية لبلاده شيئا فشيئا، وأصر إن